مشاهدينا في ذيك الحلقة بنتكلمنا عن الخطاب الموجه للأسرة. احنا ليش دائما نتكلم عن الأسرة وأهمية الأسرة؟ لأنه الرجل والمرأة والأسرة هي نواة المجتمع، فالمجتمع لا يمكن أن ينهض إلا بنواته، فإذا انهدمت النواة انهدمت الأسرة، ينهدم المجتمع بأكمله. لهذا السبب احنا نركز على الأسرة. وقلنا أن بعض الخطابات اللي توجه نحو حقوق المرأة قد تضر بالعلاقة الزوجية. احنا مع حقوق المرأة مو ضدها، ولكن الحقوق المشروعة. العلاقة الزوجية ما بين الزوج والزوجة المفروض تكون علاقة تكافلية. احنا ما نوجه خطاب للمرأة ونقول خلص حقوق وحقوق وحقوق، لا، كان قصدنا، أو كذلك الرجل حقوق وحقوق، كان قصدنا في الحلقة السابقة أنه العلاقة ما بين الزوج والزوجة تكون علاقة تكافلية، علاقة مساعدة، أحدهما يبني الآخر. هذا كان معنى كلام في سبيل نبني أسرة طيبة صالحة في المجتمع. ليش احنا نركز دائما عن الأسرة ونتكلم عن الأسرة؟ لأنه الأسرة مثل ما تكلمت هي نواة المجتمع وهي أساس وهي عمود المجتمع، فإذا بنيت الأسرة بني المجتمع بأكمله. فلهذا السبب في حلقاتنا نتكلم دائما في مقدماتنا نركز على العلاقة الزوجية ما بين الزوج والزوجة، ونأكد أنه علاقة تكافلية أحدهما يكمل الآخر. ما يقول حقوق فلان وحقوق فلان، لا لا، أو تتكلم هي بحقوقها ويتكلم هو بحقوق وواجبات. المفروض العلاقة تكون غير شكل. احنا هذا اللي دائما نركز عليه. ليش؟ لانه احنا مثل ما نشوف على وسائل التواصل هنالك نسبة طلاقات حقيقة ما تعجبنا، ما المفروض تكون موجودة في مجتمع مثل مجتمعنا. لهذا السبب من واجبنا كإعلاميين نشخص الحالة ونقول سببها واحد واثنين وثلاثة وأربعة. ليش؟ في سبيل نحيي مجتمع، في سبيل نمنع بعض السلبيات الموجودة. أنا ما لي علاقة بالمجتمعات الباقية، هذا أتكلم عن مجتمع رصين، مجتمع متماسك مثل مجتمعنا. المجتمعات الباقية غير عادات وغير تقاليد. لهذا السبب نتكلم في حلقات ونقول يا أبويا هنالك خطاب موجه، خطاب يوجه للمرأة. هذا الخطاب قد يضر بالعلاقة الزوجية، من يقولها حقوقها واحد اثنين وثلاثة وأربعة، لا لا لا، الرجل أيضا له حقوق واحد اثنين وثلاثة وأربعة. وخلوا عفوا موضوع الحقوق، خلينا نتكلم عن العلاقة الإنسانية. والقرآن العظيم وصف العلاقات الإنسانية بأجمل وصف ما بين الزوج والزوجة، فهذا اللي دائما نركز عليه. ما القرآن وصفه باللباس، بالملابس، ووصف الرجل أيضا باللباس، كلاهما لباس الآخر. القرآن قال لتسكنوا إليها، يعني القرآن وصف عظيم للعلاقة الزوجية. فيجب أن يكون خطابنا أيضا موجه للزوج والزوجة بأنه علاقتكم مع بعضكم يجب أن تكون علاقة رحمة ومحبة. وعوفوا موضوع الحقوق، هذا حقي وهذا حقك، هذا فاصل. الحق من تقول موضوع حقي وحقك هذا يكون فاصل ما بين زوجة وزوج، وهذا يؤدي إلى التفرقة. احنا نريد علاقة رصينة متماسكة ما بين حق وحقك، علاقة ما بين اثنين مثل ما كانت علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بزوجاته، علاقة الإمام عليه السلام بفاطمة الزهراء، علاقة الأئمة عليهم السلام بزوجاتهم. هذا النموذج المفروض نتخذه في علاقاتنا مع أزواجنا، والسند كلاهما يسند الآخر في سبيل نبني مجتمع. هذا هو خطاب للأسرة العراقية. أما بعض الخطابات اللي توجه للمرأة أو توجه للرجل، هذا حقي وحقك، يعني مو ضد احنا او مع، ولكن نتمنى ان يكون الخطاب بطريقه ثانيه. ليش؟ في سبيل احياء هذه الاسره وتكون علاقه تكامليه.